كأس عالم بعنوان رفع سقف الطموحات. كأس عالم غريب من نوعه، كأس عالم لأول مرة نشوفه. كل الفرق بتكسر التوقعات، كل الفرق بتقول مفيش فريق صغير ومفيش كبير. كأس عالم غير طبيعي، بطولة ملهاش مثيل، ما شفناش زيها قبل كده. بطولة بندخلها بتوقعات كتير جدا، ولكن كل الفرق بتكسر كل التوقعات، كل الفرق بتغير كل المفاهيم اللي في الكورة. مفيش قانون في الكورة، الكورة ملهاش كبير، الكورة بتقول كلمتها. فرق صغيرة ما كانش متوقع ليها ان هي تصعد من دور المجموعات، لا دي بتصعد دور المجموعات كأول مجاميعها. عندنا حلقة مهمة جدا، وقبل ما نبدأ حلقتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو مو مادة. معاكم اخوكم محمد محسن. قبل ما نبدأ حلقتنا فضل رئيس امرك مش عايز افكرك، لو الحلقة وصلت لك ما تنساش تعمل لايك للحلقة دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي واشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدأ حلقتنا. ماس للمعلول، كورة لعلي، 86 دقيقة. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن. كاس عالم بعنوان رفع سقف الطموحات. كاس عالم بعنوان ان الكورة ملهاش قوانين. كاس عالم بيكسر كل المفاهيم عن الكورة، كاس عالم بيغير كل المفاهيم المعروفة عن الكورة. بيقول لك مفيش اساس في الكورة، مفيش توقع في الكورة، مفيش كبير للكورة. الكورة اساسها الجهد والعمل والاجتهاد. اجتهد واشتغل هتلاقي، غير كده هتفضل محلك سر. وده اللي حققه منتخب اليابان بعد الفوز على اسبانيا بنتيجة 2-1، وبعد ما كان متأخر بهدف. منتخب اليابان بيفوز على منتخب اسبانيا علشان يصعد دور ال16 متصدر مجموعته. هو مش بيصعد دور 16 بس، لا ده بيصعد دور 16 بعد ما بيتصدر المجموعة بعد فوزه على عظماء اوروبا. طبعا لما كسب المانيا اول مباراة ليه بنتيجة 2-1، بيجي النهارده منتخب اليابان بيكسر كل القواعد وبيكسب منتخب اسبانيا بعد ما كان متأخر بهدف عشان يعمل رومنتادا عظيمة علشان يخلص الماتش بنتيجة 2-1 لمنتخب اليابان، اللي بيعمل حدث تاريخي وبيكتب التاريخ لليابان النهارده بصعوده لدور ال16 في كأس العالم قطر 2022 كأول المجموعة بعد الفوز على ألمانيا وأسبانيا. لك أن تتخيل أسبانيا طبعا بتصعد مع اليابان كتاني مجموعة، اللي كمان للأسف هتواجه منتخبنا العربي. المنتخب المغربي اللي كتب التاريخ للمغرب وللعرب، منتخب المغربي اللي عمل ملحمة غير طبيعية، منتخب المغربي اللي بيسجل أرقام مش طبيعية، منتخب المغرب اللي بيتصدر المجموعة كأول نادي عربي وأفريقي يحصد 7 نقاط ويتصدر المجموعة ويصعد لدور ال16 كأول مجموعته. منتخب المغرب بيكتب التاريخ، منتخب المغرب بيعمل عظمة محدش كان يتوقعها. كان كل املنا ان احنا نصعد كتاني كمغرب كسعودية. طبعا السعودية وتونس ودعوا كاس العالم بعد اداء مشرف، بعد اداء عظمة من المنتخبين. كان عندهم فرص كتير جدا ان هم يصعدوا، ولكن لسوء الحظ منتخب تونس ومنتخب السعودية بيغادروا كاس العالم. ولكن يبقى المنتخب المغربي متواجد بصعوده لدور ال16 كأول مجموعته بعد الفوز على كندا بنتيجة 2-1 وتصدر المجموعة ب7 نقاط كأول فريق عربي وأفريقي بيحصد 7 نقاط في بطولة كأس العالم منذ تاريخ إنشاء البطولة. منتخب المغرب رفع سقف الطموحات عندنا كلنا. منتخب المغرب بيعمل عظمة من أداء لنتائج لصعود وكأول مجموعة، حاجة كانت غير متوقعة. كلنا في ظهر المغرب، كلنا دلوقتي مغرب، الوطن العربي كله دلوقتي شجع المغرب، الوطن العربي كله في ظهر المغرب ان شاء الله في مباراتهم امام اسبانيا، لان طبعا اسبانيا صعدت كتاني مجموعة. فمنتخب المغرب امامه ملحمة تاريخية في مباراة دور ال16 قدام منتخب اسبانيا. وبأمر الله منتخب المغرب هيكمل وهيرفع راسنا، ونأمل ان منتخب المغرب ان شاء الله
يعدي دور الثمانية ان لم يكن يوصل لدور الاربعة. ومين عارف بكرة في ايه، مين عارف ايه اللي ممكن يحصل في عز الكاس العالم وفي عز الفرق الصغيرة اللي بتكسب فرق كبيرة جدا، في عز الريمونتادات الغريبة اللي بتحصل، في عز ان في فرق كتير كانت متوقعة ان هي تاخد البطولة، لا دي بتخرج من دور المجموعات. فبأمر الله منتخب المغرب يعمل مباراة تليق بيه ومباراة تليق بمشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022، سواء منتخب المغرب كسب وصعد لدور الثمانية أو خسر وخرج من دور ال16. فمنتخب المغرب شرفنا، منتخب المغرب رفع سقف طموحاتنا كلنا، منتخب المغرب عمل فخر، منتخب المغرب عمل اللي محدش كان يتوقعه. ألف مليون مبروك لمنتخب المغرب، ألف مليون مبروك للوطن العربي، صعود منتخب المغرب لدور ال16 في بطولة كأس العالم قطر 2022. وإن شاء الله كلنا في ظهر منتخب المغرب في مباراة دور ال16 أمام منتخب أسبانيا. غير إنه بصعود اليابان وأسبانيا طبعا كلنا بنودع البدلات الألمانية. هتعمل كده بقى، هتعمل كده، هتعمل العلامة اللي أنت عايز تعملها، هتعمل الإشارة اللي أنت عايز تعملها، اعمل ما يحلو لك. انت ما احترمتش قوانين البلد اللي انت فيها، انت ما احترمتش ان انت جاي تلعب كوره، دخلت نفسك في اتجاهات تانية خالص، شتت نفسك عن دورك اللي المفروض تأديه في الملعب بافكار، ولا هتقدم ولا هتأخر، وبافكار اصلا على غير طبيعه البشر، على غير طبيعه البني ادمين، بتدعم افكار غريبه. شتت لعيبتك، شتت جهازك الفني. نتيجه كده ان المانيا بتودع كاس العالم، ولاول مره في التاريخ المانيا تودع كاس العالم لمرتين متتاليتين من دور المجموعات في بطوله كاس العالم. ان انتوا ما اهتمتوش باللي انتوا جايين تعملوه، ان انتوا ما ركزتوش في الكوره وشتتوا نفسكم خارج الملعب. وطبعا كلنا سعادتنا بتكمل بخروج المنتخب الالماني من بطوله كاس العالم، وذلك لمخالفه الطبيعه البشريه. خلف زي ما انت عايز واعمل اللي انت عايزه، ولكل شخص نصيبه، وانتوا خدتوا نصيبكم اللي انتوا تستحقوه. وده كان كلامنا عن بطولة كاس العالم. وفي عز ما كاس العالم شغال، الدوري المصري طبعا بيقول كلمته، الدوري المصري بيعلن عن نفسه. النهارده كان في 3 مباريات، نادي الزمالك مع النادي المصري. طبعا الزمالك بعد ما كسب النادي المصري في مباراة دور الثمانية في بطولة كاس مصر وصعوده لدور ربع النهائي، بيجي النهارده نادي الزمالك بيلاعب النادي المصري في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري اللي خلصت بنتيجة 2-2. نادي الزمالك يتقدم، المصري يتعادل، الزمالك يتقدم تاني، أما المصري يتعادل تاني، وخلصت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2. وبعد المباراة على طول رسميا إقالة مدرب النادي المصري كابتن إيهاب جلال. يعني مش عارف ليه بصراحة عقله كابتن إيهاب. انت بتلعب الزمالك بطل الدوري اللي لسه كسبانك من كام يوم، بيجي يتقدم عليك بالتعادل، بيتقدم عليك تاني بتعادل تاني، والمباراة بتخرج بنتيجة إيجابية. يعني المباراة بتخرج بنتيجة إيجابية للفريقين، كل فريق بياخد نقطة. ففين المشكلة؟ فين الموضوع؟ سمعنا إن كان في خلافات ما بين جماهير النادي المصري وكابتن إيهاب جلال، مما أدت إلى التطورات إن خلاص إقالة كابتن إيهاب جلال من تدريب إقالة كابتن إيهاب جلال من تدريب النادي المصري. في حاجة غريبة جدا ومش مفهومة. وطبعا الفترة الجاية هنشوف مين اللي هتولى تدريب النادي المصري. وبعد غياب وبعد معاناة وبعد طول انتظار، أخيرا نادي أسوان ظهرت السعيد بيحقق أول فوز ليه السنة دي في الدوري. نادي أسوان بفوزه على نادي فاركو بنتيجة 1-0 في الجولة الخامسة من الدوري المصري موسم 2022-2023 بيحقق أول انتصار ليه، وعودة زهرة الصعيد للفوز بالمباريات، وعودة زهرة الصعيد للظهور تاني على الساحة. وكلنا أمل إن زهرة الجنوب نادي أسوان يظهر بالصورة اللي تليق بيه. ودي كانت تاني مباراة معانا النهاردة في الدوري المصري. تالت مباراة وهي كانت ما بين نادي فيوتشر ونادي الداخلية، واللي خلصت بنتيجة الثابت اللي مستواه ما بيقلش، اللي مستواه في تقدم، اللي بيعلى خطوة بعد خطوة. نادي فيوتشر اللي خلصت المباراة بنتيجة 1-0 لصالح نادي فيوتشر. طبعا كل التوفيق لكل الفرق. بكرة طبعا مباراة النادي الأهلي أمام نادي طلائع الجيش، المباراة هتبقى صعبة. نتمنى إن النادي الأهلي
يركز، يتمنى النادي الاهلي يحصد ال3 نقاط. فوز مهم جدا للنادي الاهلي، فوز هيخليك ماشي على نفس نهجك، فوز هيزود الثقة عندك، فوز هيزود الدعم عندك ان انت تاخد الدوري السنة دي بعد غياب موسمين. بأمر الله النادي الاهلي يحقق الفوز بكرة على نادي طلائع الجيش ويحصد ال3 نقاط. وبكده اخواتي وحبايبي تكون خلصت حلقتنا النهارده. مش عايز افكرك لو حلقه وصلت لك ده فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقه دعما لحبيبك واخوك محمد محسن، وما تنساش تشترك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. استنوني في حلقه جديده من استوديو مو مادة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.